المغرب ماشي غير اسم فوق الخريطة، راه كاين دول اللي كتحتاج انها تغوت باش يسمعوا بها، والمغرب كتلقاه دائما في قلب الحدث بلا ما يغوت. جرب انك تسافر، سير لاوروبا وسير لامريكا، سير حتى لاسيا، وسول اول واحد تلقاه شنو اول دولة عربية اللي كتعرف. في الاغلب الجواب غادي يكون هو المغرب. السؤال هنا هو علاش؟ شنو اللي خلى بلادنا معروفة في كل بقاع العالم؟ شنو اللي خلى الناس كتحترم هذا الاسم وكتحس به؟ واش صدفة ولا غير الاعلام ولا كاين شي سر اللي خاصو يتفهم؟ في هذا الفيديو غادي نحيدوا الغبار على الحقيقة، غادي ندوزوا على التاريخ والجغرافيا، الثقافة والرياضة وحتى التعايش، ونجاوبوا على سؤال واحد: علاش المغرب من أشهر وأقوى الدول العربية في العالم؟ الشهرة في العالم ممكن تجي لأي دولة، ولكن السمعة ما كتجيش غير بالغوات. الشهرة تقدر تكون لحظية، أما السمعة فهي كتبنى عبر سنوات بالقيم والمصداقية وبالأثر اللي كيخلي الناس كيحترموك، والمغرب جمع هادشي كامل. المغرب كيتواجد في واحد النقطة اللي حساسة في العالم، أقرب دولة عربية لأوروبا، أقل من 15 كيلومتر اللي كتفصل بين طنجة وإسبانيا، ومضيق جبل طارق اللي كيمروا منه أكثر من 100 ألف سفينة كل سنة. هادشي خلى المغرب بوابة اقتصادية وثقافية بين الشمال والجنوب، نقطة اللي كتربط بين جوج ديال الحضارات وجوج ديال القارات. المغرب ما كانش ضيف على التاريخ، بل كان فاعل وصانع. في زمن الأندلس المغاربة كانوا من أكبر المساهمين في الحضارة الإسلامية اللي ازدهرت في أوروبا، كابن زور، ابن رشد والسلطان يعقوب المنصور، كيقراو عليهم اليوم في جامعات هارفارد وأكسفورد. المغرب كان دائما حضن العلماء بعد سقوط الأندلس، وحافظ على الحضارة الإسلامية وسط عواصف السياسة. شحال من سائح حاليا كيجي للمغرب كيخرجوا وكيتكلم على حسن الضيافة، التراث والطبيعة اللي كتبارو. المغرب صراحة ولا ماركة سياحية عالمية، من الصويرة، مراكش، العيون، الداخلة، فاس، طنجة، شفشاون وأكادير. بسبب هاد الجمالية بزاف ديال الافلام العالمية اللي تصوروا في المغرب، كغلادياتور، ذا مامي وكينغدوم اوف هافن، وحتى النجوم العالميين كويل سميث وريحانة، مارادونا وكريستيانو رونالدو، بزاف ديال النجوم العالميين اللي كيزوروا المغرب كل سنة. الموسيقى المغربية، اللباس التقليدي والأكلات والمهرجانات ولات كلها جزء من الثقافة العالمية، كمهرجان قناوة في الصويرة، ومهرجان فاس الموسيقى الروحية، ومهرجان الفيلم الدولي في مراكش، كلهم كيجبدوا الآلاف من الصحفيين والفنانين من كل العالم. بصراحة نقدروا نقولوا أن الثقافة المغربية ولات كتسافر بلا فيزا وكتوصل بصوت الفن وبصوت الشعب. واش العالم نسى الانجاز ديال اسود الاطلس في مونديال قطر 2022؟ بطبيعه الحال مستحيل. اول منتخب عربي افريقي كيوصل النصف النهائي، اداء رجولي، روح قتاليه ولعب نظيف. العالم شاف المغرب بعين مختلفه، اشرف حكيمي، حكيم زياش وياسين بونو ووليد الركراكي، اسماء اللي ولات رموز ديال التحدي والكرامه. والمستقبل، المغرب غادي ينظم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وحاليا كيصوب واحد من أكبر الملاعب في العالم، ملعب الدار البيضاء اللي غادي يكون رقم واحد عالميا من حيث السعة والجودة والأكبر عالميا. كذلك ملعب مولاي عبد الله في الرباط اللي غادي يكون من أفضل الملاعب اللي كاينة في العالم، كذلك ملاعب جديدة بمعايير الفيفا. وهنا كندويو ما نساوش كذلك البنية التحتية ديال المغرب اللي كتضرب بها المثال، برج محمد السادس في الرباط اللي كتعتبر من اعلى الابراج في افريقيا، كذلك مسرح محمد السادس، TGV، الموانئ، طرق السيار والمدن الذكيه. تقدم ما بقاش شعار، ولا واقع كيشوفوا اي زائر بعينيه. ملايين المغاربه عايشين في اوروبا وامريكا، ولكن عمرهم نساو الاصل ديالهم. كينظموا مهرجانات، كيعلموا ولادهم الدارجه، كيتكلموا على المغرب بكل فخر. ما نساوش كذلك الابطال المغاربه اللي شرفوا البلاد، كهشام القروج ونوال المتوكل، سفيان البقالي، اشرف حكيمي، رضوان، فريش مونطانا، بادو الزكي، ومنهم العديد، وبزاف منهم اللي خدامين في جامعات، مختبرات ومراكز ديال القرار، وكيدافعوا دائما على الصوره ديال بلادهم بكل احترافيه. المغرب كذلك معروف عالميا بأنه شريك مسؤول في مجالات السلم والتنمية، الطاقة النظيفة وحتى حقوق الإنسان، محطة النور في ورزازات، برنامج الهجرة الإنساني، ولا خطوات اللي كتعزز من سمعة المغرب كدولة كتحترم الإنسان والبيئة. الشهرة ممكن تجي لأي واحد، ولكن السمعة فرا كتجي على اللي خدم بصمت، الاحترام والاستمرارية. والمغرب فات السنوات ولا اسم عالمي، ماشي لأنه كيغوت، ولكن لأنه كيخدم بهدوء وكيكبر بكل ثقة.
الا وصلتي لنا اكتب لي في كومونتير ديما مغرب باش نعرف انك من الناس اللي كيتعمقوا ماشي غير كيتفرجوا. ما تنساش تبارطاجي الفيديو وخلي هذه القصه توصل لابعد نقطه، وراك عارف لمن بغيناها توصل، والمغرب ماشي دوله، راه قصه كاينه وسط القلب ديال العالم.